انا حضرت انا حضرت الميتنج، حوالي الميتنج في الشركه بتاعه اركان بل 6 مرات، 6 ميتنجز من ساعه ما كلمتكم. يا جماعه انا هتلاقوني قسمي قليل والله العظيم. انا في كل مره لحد امبارح بكتشف حاجه جديده رائعه في المشروع ده وفي الكومباوند ده وفي الشركه دي. يا جماعه حاجه في غايه الروعه، مشروع والله ما فيش زيه. انا ما شفتش ده قبل كده. اللي هيشتري في المشروع ده تاني وبأكد، اللي هيشتري في المشروع ده بيعمل حاجه هتفيده العمر كله، وما فيش زيه كتير عمل كده. لدرجه تعالى نتخيل مع بعض كده ان المشروع تم تخصيص ارضه سنه 2017. الشركه واداره المشروع ده فضلوا شغالين 5 سنين علشان يخرجوا المشروع ده للنور. انا في ناس في ناس في السوق العقاري المصري بيخرجوا المشروع في اسبوع. هات ارض، خطط، حط لاجون، حط جولف، حط عمارات، ودي لشركه اكس ترسم، اطرح المشروع. بقول لحضرتك 5 سنين شغالين على كل حته في المشروع علشان يطلعوا كل حته بشكل يفوق البيرفكت، حاجه فائقه الرفاهيه وفائقه الجوده. على الرغم من ان ناس كتير ممكن تقول لك اصل هو بقاله كتير مطروح، لا انت لما تيجي تشوف الجبل الجليدي اللي تحت بقى، اللي تحت اكبر بكتير من اللي فوق اللي ظاهر للناس. لا اللي تحت تم الشغل عليه بشكل يا جماعه، واقسم بالله شغل متعوب فيه شكل قوي جدا. انا بقول لك كل مره انا 6 ميتنجز، كل مره اروح اعرف حاجه، كل مره اروح انبهر اكتر من المره اللي قبلها. اكيد طبعا السيلز اللي معانا شاطره جدا جدا جدا، ولكن المشروع مساعدها تقول انا يا جماعه في شركه مفيش زيها، انا ببيع مشروع كبرودكت مفيش زيه. النقطه الثانيه بقى والاهم ده، انا عرفت امبارح ان مشروع شركه مدار قفل على 18 مليون الشقق الاسبوع اللي فات او اول امبارح، والمشروع ده لسه مطروح وفي لوكيشن على الصحراوي. انا بكلم حضرتك في مشروع استلامه سنتين، لوكيشن مفيش زيه في مصر، وشغل وبرودكت وميكسد يوز، استثمار، سكن، شركه اداره، شركه تشغيل فنادق، كذا فندق في المكان. يا جماعه انا الاداري والطبي حاجه خطيره يا جماعه. اللي بيمتلك هناك كشك، عشان بس انا في ناس بتقول لي اصلا مش هقدر ادفع فانا هروح مدار علشان بتبيع اقل. يلا قفلت الشقه ب 17 مليون، واستلام 4 سنين، وفي سنه سماح يعني 5 سنين، وفي لوكيشن على الصحراوي، وفي ظهر النادي الاهلي، ولوكيشن حلو بس في ظهر النادي الاهلي. انا بقول لحضرتك انت في لوكيشن سنتر غرب القاهره، وبسعر اصبح قريب لمشروع لسه مطروح من شهر. فانت عندك فرصه انك انت تدخل المشروع ده وتكون بتعمل حاجه محدش عملها غيرك. اللي محتاج يعرف تفاصيل اكتر عن المشروع ده يتواصل معايا.